I love myself. سيف نبيل لا يهتم للانتقادات. amazing. يا عشقها وأول الحب وآخره. 1.8 مليون شخص في حوالي أسبوع صاروا حاضرين أغنية سيف نبيل الجديدة بنت البلد، واللي تعاون فيها مع دي جي أصيل ونور ستارز. بس اللي عرفناه إنه في قصة وراء هالعمل. مبروك كمان على آخر إصدار لإلك بنت البلد. كيف صار هالتعاون؟ كنت بأحد المولات بدبي أمشي، وجدت عائلة عراقية تصورت وياي. الأمة ما رضت تتصور، وكانت تقول أنا زعلانة عليه. فأنا فكرت في شيء شخصي، يعني ليش؟ كانت تقول أنت غنيت بالدنيا كلها، ما جت غنيت بالعراق. صراحة الموضوع مهما كان بس حز يعني بقلبي. فقلت لها والله لا أسوي لك أغنية إلك خاصة يعني. لا أصفك أحلى وصف. وسيف فعلا وفي بوعده واشتغل على طول على الأغنية. اتصلت على شاعر محمد صالحي، قلت له وصف لي المرأة العراقية أحلى وصف. طلع لي بشعر كلش حلو، عدلنا عليه واشتغلنا وكملنا اللحن. وبالرغم أنه أعمال سيف الجديدة دايما بتكون حديث الناس، إلا أنه مؤخرا صار العيون عليه كمان بسبب الستايل الخاص فيه، فبنشوفه دايما بلوكس جديدة وحتى different hairstyles. بس هالشي مرات بيعرضوه للانتقادات. ستي خلي انت ادون. شاهدوا التقرير كاملا على etbilarabi.com.